النهاردة هنتكلم عن حاجة مهمة قوي بالنسبة للفراخ، ازاي اشيل الزفارة من الفراخ. تعالوا مع بعض نشوف هنغسل الفراخ ازاي. اول حاجة انا قطعت الفراخ زي ما انتم شايفين كده. اول حاجة بالنسبة للورك ان انا لازم انضف الحاجات اللي بتبقى بين الجلد وبين اللحم. شوفي اللحمية حلوة ازاي ونضيفة وما فيهاش اي حاجة. تاني حاجة، في هنا حاجة هنا بتبقى عاملة زي الكبدة كده. الكبدة دي لازم اشيلها عشان برضو بتسبب الزفارة للفراخ. بشيلها خالص اهي. يبقى انا اول حاجه بغسل الحتت اللي هي بين اللحم وبين الجلد، وبشيل الزلزقه اللي بتبقى موجوده دي خالص اهي. دي بالنسبه للورك. بالنسبه بقى للجناح، الحته اللي بتزفر الجناح الحته دي بقى بشيلها خالص. الحته دي هشيلها بقى بالسكينه كده. كده انا شلتها هي ديت اللي بتزفر الايه الجناح. بعد كده عندي هنا ليمون. ده اول مكون عندي اللي هو الليمون. بعصر كده ليمون وبغسل كده من قلب الفرخة من جوه برضه اهوت الورك. بمسك الفرخة اغسلها كده وادعكها بالليمون كويس كده. هنا برضه الجناح بمسكه برضه كده ادعكه بالليمون، واعصر ليمون برضه واحطه كده في قلب ايه المية بتاعة غسيل الفراخ. وعندي ملح، بحط ملح كمية حلوة بتشيل الدم اللي موجود في قلب الفراخ عندي كده. هسيبها في المية ديت بالليمون بالملح قد ربع ساعة. بعد ما نقحت بقى الفراخ بالمية والليمون والملح زي ما انتم شايفين كده، المية طبعا اغمقت ادت لون على مدمم شوية اهوت. طبعا هرمي المية ديت واغسلهم برضو تاني اشطفهم ونرجع نحط المكون التالت. انتم شايفين كده المية نظيفة وما فيهاش لا دم ولا فيها اي حاجة. عندي المكون التالت معلقة طحينة. انا هندوب معلقة الطحينة في كوباية مية واحطهم برضو على الفراخ واسيبهم برضو ربع ساعة. اسيبهم بقى ربع ساعة نص ساعة ساعة مش مشكلة، يعني الوقت اللي المتوفر عندك. بعد بقى ما حطيت برضو الفراخ بتاعتي في الطحينة، برضو المية حلوة ورايقة اهي. هشطفها بقى وهبدأ بقى ارصها في الصينية واعمل الخلطة بتاعتي وادخلها الفرن. ارص الفراخ بتاعتي كده في الصينية. جربي الطريقة دي وان شاء الله مش هتحسي للفراخ زفارة خالص. هتبلها بقى وادخلها الفرن.